السلام عليكم. أنا كتبت هذا الموضوع لشيء صار لي شخصيا، وبقول لكم الآن للعبرة والعظة بس. فأمي كانت تقريبا متوفية قبل 3 سنوات، وكانت وصيتها الله يرحمها أننا نبني لها مسجد. وقررنا نبنيه في سريلانكا. بعد ما توفت أمي الله يرحمها بدينا ندور أشخاص يبنون مساجد، فلقينا إمام مسجد في الرياض نحسب والله حسيبه أنه يبني مساجد خارج المملكة، فكلمناه وتواصلنا معه. تواصلنا معه وكلمناه وحولنا له تقريبا 150 ألف ريال اللي هي قيمة مسجد ومركز صحي، كلام قبل 10 شهور من تاريخ اليوم. كنا نكلمه خلال الأشهر اللي راح، ال10 شهور، نتواصل معه. كل ما عليه يماطل يقول احنا بدينا نبني لين جاء قبل شهر قال اني بعلق لوحة الاسم. قال اعطوني النص الاسم اللي تبي تكتبونه على المسجد. اعطيناه اياه، بس برضه قلنا نرسل صور، ما يرسل، ما ندري ليش سبب المماطلة. رحنا له انا وابوي لبيته، قال الاسبوع الجاي انا بطلع سريلانكا اشوف المسجد واصور لكم. قلت خلاص اجل دامك تطلع بطلع انا وياك سوا ونروح نشوفه. وصلنا سريلانكا واستقبلنا واحد يكن ابو ياسر سريلانكي الجنسيه، ورحنا للمدينه الثانيه واتفقنا ان نجتمع قبل الفطور. قالوا خلاص قبل اذان المغرب بساعه نرسل لك السواق تجي عشان نشوف مسجد امك ونفطر هناك لانه فاتحينه تفطير صائم. هذا الكلام طبعا قبل اسبوع تقريبا في 7 أو 6 رمضان، سفرة سريلانكا. طيب الحين بوريكم الصور. طبعا شفت المسجد وناظر وكلمت ابوي قال لي عدلان مو كنا مساحه صغيره. قلت يا ابن الحلال زين انهم بنوا المسجد. كل من حول لهم فلوس وقالوا مبنون المسجد غيروا هذه بس الورقه وحطوا ورقه جديده. شوفوا هذه اكثر من 3 حبات هنا مرميه على الارض. وانا جالس كذا في المطار، برجع للسعوديه، جتني رساله من ابو ياسر السلنكي كاتب ترى هذا المسجد الذي شفتوه امس ليس مسجدكم. فكلمت السريلانكي وقت على طول وقال نعم هذا مسجد ابو عمر، بني العمو، واعطاني رقم ابو عمر هذا السعودي وكلمته طلع قال هذا مسجد عمي اني بنيه. انا ما ادري كيف قلبه يطاوع ويسرق، لا وتصرق وقف وحق واحد متوفي. يا اخي ما عندك ضمير ولا دم. والحمد لله رجع لنا الفلوس لانه يدري اننا كنا بنتابع شكوى في المحكمة، لكن والله ما سويت هذا الفيديو الا عظة وعبرة لكم. وترى والله العظيم ما قلت اسمه ولا مكتبهم وتشوفون شطبت الصور الا عشان ما يرفع قضية تشهير علي.